فوجئت بكلمة من أحد الأحباب، بسأله بقول له فلان ما رنش عليك بقاله كام يوم؟ قال لي كتير. قال لي ياه. بقول له ليه كده؟ رد عليا كلمة غريبة. قال له أصل ما عندوش مشكلة. يعني ما عندوش مشكلة إن يرن عليك؟ لا لا لا. قال لي لا لا. قال لي ما عندوش مشكلة عشان يرن عليا. بالله عليك أنت متخيل كمية الجرح اللي الراجل ده فيه؟ كمية الألم اللي الراجل ده فيه؟ يقول لك فلان ما رنش عليا. بيقول له قد ايه؟ ما او انا بساله فلان ما قال لي ما رنش عليا عشان ما عندوش مشكله. هو ما عندوش حاجه يعني معنى كده ان مش بيرن الا وقت المشكله، وقت ما يبقى فيه حوجه. اي الم الراجل ده فيه، اي حسره الراجل ده فيه، اي شعور والله العظيم يقتل ان فلان ما يبقاش عارفني الا عشان مصلحه معينه. حد هيرد عليا ويقول لي ما اغلب البشر كده؟ ما هو اغلب البشر دي خلت العالم بقت بعدت عن بعض، خلت الخير قل مع البشر، بعدوا والخير قل بينهم. ما عادش فيه الحب اللي كنا بنلاقيه زمان، والموده والتراحم والتلاقي. ما عادش فيه الحاجات دي. ليه؟ لان كل واحد ماشي مع فلان عشان عله معينه، عشان مشوار معين، عشان خدمه معينه، عشان هيقدم لي، عشان هيشغلني، عشان عندي. طالما اي حاجه في الدنيا دخلت فيها كلمه علشان باظت، خربت. كلمه علشان بتخرب الدنيا. ليه؟ ما حتى في الحب، حتى في انت بتحب زوجك ليه؟ تقول لك عشان كريم، وعشان رحيم، وعشان جدع، وعشان مش كريم ورحيم اسامي يعني، لا لا لا، رحيم وكريم صفات. ف عارف لو واحده بتقول لها انت بتحبيني ليه او بتحبك ليه، ولا واحد وقال لك علشان انت جدعه، ولا عشان انت حنينه، ولا عشان انت جميله، ولا هي كانت قايله لك كلمه علشان دي، خربت الدنيا. فاهمني؟ طالما فيها عشان، لو العشان ده راح مع راح الحب، راح. بحبك عشان جميله وشها اتحرق وما عادش جميله، مش هيحبها. عشان حنينه، لو ظروف الدنيا اتكت عليها وما عادش حنينه، مش هيحبها. هو اللي بيحب ما بيبقاش عارف هو بيحب ليه، بحب كده وخلاص. لكن كلمه علشان، عشان هو راجل وجدع، لو الدنيا عليه جت عليه وما خلصوش جدع، خلاص ما عادش يتحب، لانه كان بيتحب عشان جدع. فلما ما بقاش جدع ما عادش يتحب. فاي حاجه فيها علشان دي بتخرب. لو ما ماشي حد او حد ماشيك عشان انت بتفيده، بتجدع معاه، بتخدمه، بتقدم له، في مشكله انت واقف في ظهره، ظروف ماديه انت معاه، اعرف ان هو بيحبك ومكمل معاك عشان الحاجات دي. لو شلنا الحاجات دي كلها هيبان الشخصيه الحقيقيه. فعلشان بيحبني عشان فلوس، عشان الشغل، اوعى تمشي واحد انت عارف ان هو ماشي معاك علشان. ده الغيه من حياتك. اللي هيحبك ليك انت في كل احوالك، زوجتك لو مش بتحبك في كل احوالك، مش عشان معاك فلوس، ولا عشان انت جميل، ولا عشان شغلك، ولا لو بتحبك عشان حاجه من دول، طلقها. بقول لك طلقها. لان لو الحاجه دي راحت منك، هي اول حد هيجي عليك. فصاحبك كمان اللي ماشيك علشان وعلشان، ابعد، لان هو برضه لو الدنيا جت عليك مش هيكمل، هيبقى هو اللي يام عليك. زي ما قلنا على الزوجه، هو كمان هيبقى هو اللي يام عليك. فاللي مش هيحبك ليك وفاء واخلاص وليك انت، ما يلزمكش وجوده. اللي مش بيحبني عشان ان هو انا فلان، مش عشان انا بعمل ولا بخلي ولا بودي ولا بجيب، اللي مش هيحبني ليا ما يلزمنيش وجوده من البدايه. السلام عليكم.